مرحبا بكم بقناة أسرار سمرية. اليوم راح نسوي طريقة عمل كبة اللحم بطحين التمن. كبة كلش طيبة، مستحيل تفشل وياكم، بس اتبعوا الخطوات. هنا خليت 3 ملاعق من زيت الزيتون، ضفت عليها 3 بصلات مفرومة فرم ناعم. راح اقلبهم بالزيت. من بعد ما ذبلوا البصلات صاروا بهذا الشكل، راح اضيف نصف كيلو من اللحم. اخلطهم سوا. هنا راح اضيف البهارات، اي بهارات انتم تحبون تضيفوها. انا ضفت فلفل اسود وبهارات الكبة. وهنا أنا كبابة مطحونة ناعم ضفتها. اضيف للكبة طعم كلش طيب. وهنا أنا زدت من ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. وهنا أنا ضفت الملح. وراح أقلبهم سوا حتى تتداخل كل النكهات سوا. ومن بعد ما استووا نزلتهم من على النار. هنا عندي كوبين، قستهم قياس كوبين من اللحم الهبرة، طبعا ثرمتهم أنا بالبيت. وهنا عندي نصف كيلو من طحين التمن. وهنا عندي الملح، وكوب ماي دافي. هنا أنا طحين التمن راح أقيسه بالقياس. راح أضيف هنا بهذا الكوب طحين التمن حتى يطلع قياس مضبوط. هذا قست الكوب الأول، وراح أحط كوب ثاني. وراح أخليه هنا الكوب الثالث. وهنا راح أضيف عليه كمية من الملح على حسب الرغبة وأخلطه. راح أضيف هنا اللحم اللي ثرمته ثرم ناعم بدون أي إضافات ثانية، دهون أو شحوم أبد ما ضفت عليه، فقط اللحم الصافي. راح أعجنه ويا طحين التمن بهذه الطريقة. أظل أفرك اللحم مع طحين التمن بهذه الطريقة، ما أضيف له أي ولا قطرة مي بالبداية، بس
أبدي أخلط طحين التمن مع اللحم بحيث يكون لونه يصير وردي. ومن بعد ما كملته بهذه الطريقة راح أشيل طحين التمن على جانب، وراح أبخ له كمية من الماء بهاي الطريقة. ما أجي وأسلط أو أعبي الماء كله بآن واحد، فقط أبخ له حسب احتياج أو نوع التمن اللي طحين التمن اللي أنا استعملته، وأبدي أعجن بيه بهذه الطريقة. كل ما يحتاج كمية من الماء أضيف له على حسب الحاجة. وأبدي أعجنه بهذه الطريقة. وهسه أرجع أضيف له ماي كل ما احتاج. وهنا أنا اكتفيت بالكمية اللي بخيتها على طحين التمن، وهذه هنا أنا أختبرها طلعت عجينة طبعا وردية ناعمة، وإمكانية تشكيلها بأي شكل. حتى راح هسه نبدي نسوي الكبة، كلش عجينة متماسكة ولينة بنفس الوقت. هنا أخذت شوي من الماء بليت ايديه، وراح أبدي أشكلها بإيدي بهذه الطريقة. أضيف شوي من حشوة اللحم، وأبدي أسدها بهذه الطريقة من الجوانب، وأكورها بأي شكل من الأشكال اللي في الكبة. أنا حبيت أسويها بهذا الشكل. نحط بداخل الكبة كمية وفيرة من اللحم. شو سويتها كلش حجمها خفيف مثل القشرة، بحيث ما تطلع لا قاسية أثناء الأكل يعني صلبة ولا شي. وهذه الكمية اللي طلعت لي من بعد ما خلصت الكمية كلها. إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة حتى يوصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.